تحقيقات استمرت 7 سنين في جريمة ال FBI والشرطة الأمريكية فقدت الأمل في حلها من كتر تحقيقها وصعوبة الشك في التحقيق مع أولاد الضحية. ده اللي صعب التحقيق أكتر يكاد يكون معدوم. مساء الخير يا أصحاب الخير، أهم حاجة في قصة النهاردة حقيقة إيريك وليل، ودول شابين كانوا رايحين يتفرجوا على فيلم في يوم عادي زي أي يوم. في اليوم ده إيريك كان ناسي بطاقته الشخصية ورجعوا البيت علشان يجيبوا البطاقة، والصدمة اللي قابلتهم إن كان أبوه وأمه ميتين في جريمة بشعة من أبشع جرائم أمريكا، والجريمة دي تمت في حياة فيها لمدة 7 سنين. فمشروبك الجميل وسماعتك الجميلة وركز في أحداث القصة وفي تحقيقات رهيبة، ويلا بينا. 20 أغسطس سنة 1998 اتقتل خوسيه وماري كيتي رميا بالرصاص في بيتهم، واللي موجود في بيفرلي هيلز في أمريكا مش في زايد وأكتوبر. وبعد 7 سنين تحقيق من ال FBI والشرطة الأمريكية و3 محاكمات منفصلة، يعني كل محاكمة بفتح ملف القضية تاني وتحقيق تاني واستئناف تاني، وملايين من الناس بتتابع القضية وتفاصيلها. وبعد كل التحقيق دوت تم اتهام أولادهم ليل وإيريك منين بأنهم ارتكبوا جريمة القتل، وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد بدون إمكانية الإفراج المشروط أو أنهم يخرجوا حسن سير وسلوك. الجريمة اللي ارتكبها الأخوين مينينديز اللي هم ليل وإيريك كانت قضية من أشهر القواضي الجنائية في أواخر القرن العشرين، وكل ده بسبب الدراما والحزن والصدمة اللي كانت مسبباه القضية في الوقت ده، غير علاقة القضية بهوليوود. وبعد التغطية الإعلامية الكبيرة ظهرت عائلة مينينديز، العيلة المثالية الطموحة. اتولد خوسيه في كوبا وهاجر لأمريكا بعد الثورة الكوبية اللي حصلت سنة 1959، وساعتها خوسيه عاش في أمريكا مع واحد من قرايبه في أوضة زي الاستوديو كده أو يمكن أقل من الاستوديو، والاستوديو ده بيكون عبارة عن أوضة بسرير واحد فيها حمام وكلها متر في متر. وبعدها جات له منحة دراسية في جامعة ودرس وكمل تعليمه، وفي فترة الجامعة قابل صديقة ليه اسمها ماري كيتي. خوسيه كان معجب بماري كيتي جدا واتجوزها، واللي ما تعرفوش إن ماري كيتي كانت ملكة جمال في وقت من الأوقات. وبعدها خوسيه اتجوز كيتي، ما عجبوش وضعه فقرر وساعتها كان شغال في محل بيغسل الأطباق، ما عجبوش وضعه فقرر يسيب شغلانة غسل الأطباق اللي كان شغالها، ومن ساعتها اتنقل لمدير شركة كبيرة جدا في الوقت ده. وبعدها بفترة بقى الرئيس التنفيذي لشركة RCA ريكورد، ودي كان ليها دور كبير جدا. واللي ما تعرفوش ان خوسيه كان ليه دور كبير جدا في نجاح الشركة ديت وتوقيع عقود، كان بيوقع عقود وصفقات ضخمة مع فرق زي فرقة دوران. ودوران في الوقت ده كانت فرقة كبيرة جدا ومشهورة جدا، من الصعوبة المستحيلة ان انت تقدر تجيب صفقة معاه. ده كان انجاز كبير جدا لخوسيه. البيت اللي خوسيه وكيتي فرقوا فيه حياتهم كان من احسن مكان في بيفرلي هيلز. دليل على كده نفس البيت اللي كانوا ساكنين فيه كان بيت مايكل جاكسون وإلتون جون، وده كان عايش قبل ما مايكل جاكسون وخوسيه يعيشوا في البيت. خوسيه وكيتي وولادهم الملائكة اتنقلوا للوس أنجلوس قبل حدوث الجريمة بفترة، علشان خوسيه كانت جايه له وظيفة إنتاج أفلام في هوليوود. ده ليل وإيريك كان عندهم 18 سنة و21 سنة. في الوقت ده كانوا هاديين جدا ومتفوقين جدا في دراستهم، وكانوا مثال نجاح لأي شاب. ليل درس في جامعة برنستون وكان بيحب رياضة التنس، وكان هدفه يبقى لاعب ناجح، وكان عنده ميول تاني انه يبقى ناجح زي ابوه، وكان واخد ابوه مثل اعلى وكان قدوته. بس الكلام دوت كان الفترة دي بس. بالنسبة لإيريك كان أشطر منه في رياضة التنس، اللي ساعده على كده أبوه لأنه كان بيحب التنس جدا فكان بيدربه برضه. في الآخر بقى لاعب تنس مصنف في الفئة العمرية بتاعته. لو تاخدوا بالكم من اللي بيعملوه من ناحية الشغل أو الهواية كانوا واخدينها كوبي بيست من خوسيه. أنا معنى كلامي إن دماغهم فاضية من ناحية الهواية أو الشغف. دي أغرب حاجة بالنسبة لي، إنهم يعملوا جريمة وهم في المرحلة المادية اللي هم كانوا فيها. من ناحية الراحة النفسية اللي كان موفرها خوسيه، ومن ناحية التفكير إيريك ولين ما كانش عندهم فرصة غير النجاح. حرفيا كانوا نسخة من أبوهم خوسيه. طب إيه اللي حصل؟ ومن ضمن التفاصيل الغريبة إن أبوهم كان بيعمل لهم كل حاجة كن فيكون. في الوقت ده كان مدرب سباحة بيدرب ولاد خوسيه، وكان في نفس الوقت صاحب خوسيه، وكانوا بيتكلموا مع بعض من وقت للتاني. ومدرب السباحة قال في أخبار لوس أنجلوس وفي التحقيقات، والكلام ده تحديدا في سنة 1990، إن خوسيه كان بينافس النجاح، كان حد طموح جدا فوق الطبيعي. تخيل إن كانت بدايته شغال ستيور بيغسل أطباق في مطعم من المطاعم. نبذة بسيطة عن إيريك، إنه كان عنده نقص في شخصيته بطريقه رهيبه، رغم ان كان في اول ما اتنقل لكاليفورنيا ايريك صاحب شويه باد بوي وعيال بتاعت مشاكل. من الاخر كده مش نفس البروفايل والتربيه بتاعت ايريك، وساعتها اتورط في مشاكل كبيره جدا وبقى يسرق محلات ويسرق بيوت. بص بقى جانجستا. وفي نفس الوقت اللي كان ايريك خارب فيه الدنيا وكان شبح كاليفورنيا، كان ليل بيدرس في جامعه برنستون واتمنع من امتحاناته لمده سنه بسبب المشاكل اللي كان بيعملها اخوه.
واللي ما تعرفوش عن جامعة برنستون إنها كانت بتختار الفئة من صفوة البلاد زي الفئة بتاعت خوسيه وأولاد خوسيه، وده سبب خطر كبير على مستقبله. تحقيقات الجريمة اللي ارتكبوها بحق كيتي وخوسيه كانت جريمة من أبشع الجرائم. تم تشويه جسمهم بالكامل، وبعد تشريح الجثث كان في جسم خوسيه وكيتي 15 طلقة بالبندقية عيار 12، وفي الآخر تم التعرف عليهم بكل سهولة علشان كانوا ميتين في بيتهم. ومعلومة بسيطة لازم تعرف إن تم التحقيق في القضية ديت لمدة 7 سنين، منهم 3 سنين الشرطة والإف بي آي بتحقق إنها جريمة سطو مسلح أو جريمة عادية جدا. وفي أول 3 سنين من التحقيق تم اتهام منافسين خوسيه في مجال شغله، وتم اتهام صديق لخوسيه كان مدير لشركة أفلام نوتي اللي هي الحاجات الكوخة اللي بتحصل ديت، وده كان عنده خلافات كبيرة جدا ومشاكل مع خوسيه. في يوم الجريمة ليل وإيريك قالوا للشرطة إنهم كانوا رايحين يتفرجوا على فيلم، بس رجعوا في نص الطريق علشان نسيوا البطاقة الشخصية بتاعة إيريك، ولما رجعوا لقوا الأب والأم مقتولين بطريقة بشعة جدا. Yours. What did you think was going to happen? I thought we were in danger. I thought he felt he had no choice. But to what? That he would kill us. The brothers testified that they got into another argument with their parents on the night of the crime, and that they believed their parents were about to kill them. وساعتها ليل اتصل ب 911 اللي هو رقم الشرطة علشان يبلغ عن الجريمة اللي حصلت. وقبل ما إيريك يدخل يشوف أبوه وأمه كان بيعيط وجايب آخره دموع. سبحان الله، كان بيبكي قبل ما يعرف إن أبوه وأمه ميتين. وساعتها ليل سبق ودخل بلغ الشرطة، وأول ما وصلت الشرطة ليل وإيريك ما تصرفوش زي أي ولدين أمهم وأبوهم مات في حادث مأساوي أو جريمة قتل مثلا، لا بالعكس كانوا فرحانين وملامح وشهم كلها بهجة كأنهم كسبوا في اليانصيب. Describe your relationship with your father. What words come into your mind? Brutal. Painful. Torturous. And yet I thought that he was the most powerful and brilliant person. كان حقهم بصراحة، لأن ثروة خوسيه كانت تقدر بقيمة 14 مليون دولار. المبلغ ده في الوقت اللي تمت فيه الجريمة في الوقت الحالي بيعادل 32 مليون دولار. وبعد 6 شهور بس من حدوث الجريمة ليل وإيريك كانوا صارفين 700 ألف دولار، والمبلغ ده من ورث أبوهم الحاج خوسيه. اشترى ليل ساعة رولكس أوريجينال وعربية بورش ولبس، واشترى مطعم في برنستون جنب الجامعة اللي بيتعلم فيها. من الآخر كده ليل كان كارف على الدنيا في الوقت ده. الكلام ده بالنسبة لليل. أما الإيريك كان مسرف عنه بكتير قوي. وظف عنده مدرب التنس جيبرانيلكس، هو اسمه صعب عدوها، مدرب شخصي عنده علشان يعلمه التنس براتب 50,000 دولار. وبعدها عمل حفلة روك ب 40,000 دولار بس كانت فاشلة. كل الأرقام دي كانت كبيرة جدا في الوقت اللي تمت فيه الجريمة. وساعتها خدوا اجازات غريبه جدا بحجج غريبه جدا من شغلهم علشان ورثوا خلاص، وكانوا متاكدين ان شركه ابوهم شغاله فبتجيب فلوس غير الثروه اللي كانت عندهم، فما فيش اي داعي انهم يشتغل. ده غير ان كان في بوليس التامين على الحاج خوسيه بمبلغ 5 مليون دولار، ولما حاولوا ياخدوا مبلغ التامين قانون التامين منعهم علشان لسه تحقيقات الجريمه ما خلصتش. وفي نص التحقيقات والصرف اللي كانوا بيصرفوه كميه اللامبالاه، طلبت المحكمه من إيريك انه يقعد مع خلينا نقول عليه دكتور اوزيل. بالفعل تمت جلسات علاج نفسي او جلسه مع الدكتور، بس كان ليل بيقعد مع الدكتور لوحده وايريك كان بيقعد لوحده. الاثنين ما كانوش بيجتمعوا مع الدكتور. كان شبه تحقيق من الشرطه والاف بي اي بس بطريقه غير مباشره، علشان التحقيق استمر لمده 7 سنين في جريمه قتل بدون حل. دي مده كبيره جدا، فاضطرت الشرطه والاف بي اي انها تشوف حل تاني. ومن تاني جلسه بس ايريك اعترف انه قتل ابوه وامه. دكتور اوزيل كان قريب جدا من خطيبه ايريك واللي هي جورلان سميث، ودي كان ليها دور كبير جدا في حل القضيه علشان إيريك كان بيفضفض ليها. وبعد جلسات كتير مع دكتور أوزيل قدر يسجل لليل والإيريك تسجيل صوتي سري باعترافهم إنهم ارتكبوا جريمة القتل. واعترف إيريك إنه عمل كده علشان يخرج أمه من البؤس والحياة الصعبة اللي كانت فيها. بجد حياتهم كانت صعبة جدا. وليل قال في التحقيقات إنهم كان قاصدين يقتلوهم مع سبق الإصرار والترصد، وإنها ما كانتش جريمة عابرة أو كانت لحظة غضب، بسبب اعتقالهم إن السنيورة جورلان سميث قربت من دكتور أوزيل وعملت معاه علاقة نوتي أو غير شرعية. وكل ده كان دكتور أوزيل لسه ما قدمش تسجيل الصوت بتاع ليل وإيريك للشرطة. وساعتها هنا تحضر حبيبة العمر علشان ترشد عن إيريك. جورلان سميث اتصلت بشرطة بيفرلي هيلز وبلغتهم إن الدكتور أوزيل معاه تسجيلات لليل والإيريك باعترافاتهم. وبعد المكالمة دي على طول تم القبض على ليل.
وبالنسبه لإيريك كان في فلسطين بيغير جو. ربنا ينصر فلسطين واهل غزه، اللهم امين. وبعدين رجع من فلسطين وسلم نفسه في لوس انجلوس تحديدا في ميامي، وكانوا موكلين محاميه اسمها ليزلي براماسون. وهتعرف في التحقيقات المحاميه دي قالت لهم يقولوا ايه عشان قالوا حاجات بشعه جدا، وتم التحقيقات معاهم. ومن ضمن التحقيقات ليل وإيريك قالوا كلام غريب جدا، ومن ضمن الكلام ان خوسيه كان بيعتدي عليهم وكان بيخطئ. bathroom and he would put me on my knees and he would guide me all my movements and I would have oral sex with him. وليزلي دفعت عنهم في المحكمة وقالت إنهم عملوا كده دفاعا عن النفس، علشان اللي كان بيحصل فيهم وهم صغار كان بيحصل فيهم وهم كبار. ليزلي المحامية، ودي كانت حجة حلوة جدا من ليزلي بصراحة. ده غير إن هي اخترعت حجة حلوة كمان، إن كيتي زوجة خوسيه كانت بتشرب كحول ومخدرات ونفسيتها تعبانة بسبب كده، وكل ده عرفته من تقرير تشريح الجثث لخوسيه والكيتي. تم الحكم على ليل وإيريك بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط اللي هو بيعادل حكم 25 سنة، واتجوزوا في السجن، بس اتجوز من بره السجن. شفت الفلوس بتعمل كل حاجه، حتى في السجن بتتجوز. ساعتها تم انتاج افلام وقصص وثائقيه عن الجريمه ممكن تشوفها لو حابب. ولحد دلوقتي بعد مرور 35 سنه على الجريمه لسه الجريمه دي مش مفهومه، مع ان تم الحكم فيها خلاص، بس فيها حاجات كتير قوي غلط. اولا من قرايتي للمصادر، خوسيه استحاله يعمل كده في ولاد. دليل على كده ان كان في حد من صحاب خوسيه صاحب شركه افلام اباحيه كان ليه مع خوسيه مشاكل كبيره جدا بسبب البيزنس بتاعه. ثانيا ان حرفيا كتر الفلوس سلاح ذو حدين، يا تطلعك لقمه النجاح زي خوسيه او تدمر حياتك زي كيتي اللي شربت خمور ومخدرات، او ليل وإيريك اللي كان خط سير حياتهم النجاح، بس في الاخر مكانهم كان في السجن. فلوس دامت ولا سمعه دامت ولا هم حتى داموا. بقصه زي دي تاكد لك ان الفلوس مش كل حاجه، بس الكلام ده لو الفلوس مع الشخص الغلط زي كيتي وليل وإيريك. اخيرا خلصنا. لو وصلت لحد هنا اعرف ان مكانك في قلبي مش في حته تانيه. مستني رايك في القصه في الكومنتات، واعمل لايك علشان ده فعلا بيساعد. ما تنساش تشوف قصه رجل السلك، كان اصغر واحد في المانيا وخلص على المافيا باللي فيها. كل حد وخميس فيديو جديد ان شاء الله. سلامات.